من احلى الاكلات اللي بحب اعملها لما بكون مكسله اقف في المطبخ هي طاسه البيض دي. طعمها يجنن، تنفع غدا او عشاء. هتتحضر معاكي في دقايق بتكون جاهزه. اول حاجه معايا طاسه على النار. طبعا الطاسه على حجم كميه البيض اللي انا هستخدمها، وهنزل بنص معلقه من السمنه. تقدري تستخدمي زبده لو حبيتي بدل السمنه، مفيش مشكله. اول ما السمنه بتاعتنا بتسيح وبتسخن شويه، هنزل بالسجق الشرقي مقطعاه مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. طبعا كمية السجق زي ما تحبي على حسب كمية البيض. انا الكمية اللي معايا من السجق حوالي بالظبط كده 5 صوابع يعني، مش كمية كبيرة خالص. وبعد كده هبدأ اشوح السجق كويس جدا جدا. واول ما يتشوح معايا ويبدأ يستوي، هنزل بالبيض. البيض بتاعنا لازم انزل واحدة واحدة بيه، ولازم اختبر كل بيضة اني اكسرها في طبق لوحدها، عشان لو في بيضة مش كويسة ما تبوظليش باقي البيض بتاعي. كمية البيض اللي هتستخدموها زي ما تحبوا. وبعد كده ببدأ اخلط البيض بالطريقة دي، ووطي النار علشان خاطر البيض يستوي معايا وما يتحرقش من تحت. تقدروا تستبدلوا السجق ببسطرمة بسوسيس، زي ما تحبوا. الثلاث اصناف دول هيدوا طعم حلو جدا مع البيض. بعد كده برش رشة صغيرة من الملح ورشة صغيرة من الفلفل الاسود، لان السجق فيه التوابل بتاعته. ما بياخدش معايا بالظبط 5 دقايق وبتكون جاهزة. ممكن تقلبوها، ممكن تخلوها كده قرص على بعضه زي ما تحبوا. ممكن تعملوها سندوتشات للولاد هيحبوها جدا، او تاكلوها بعيش مع كوباية الشاي الحلوة بتاعتنا. وصفة سهلة وبسيطة وخفيفة. لو عجبكم الفيديو اتمنى تعملوا لايك، واستنوني في وصفة جديدة مع بنت هاشم.